كان هناك رجل مجتهد بعمله يرعى أمه العجوز وزوجته الحامل. ذات يوم تغيب عن العمل، فظن مديره أنه غاب طامعا بزيادة في أجرته، وهكذا استقبله في اليوم التالي بمال الزيادة. شكر الرجل مديره، أخذ المال ولم يسأل عن سبب الزيادة. بعد فترة غاب الرجل مرة ثانية، فاغتاظ مديره وقرر أن ينقص أجرته، وبالفعل حينما وصل في اليوم التالي استقبل من مديره بقرار الخصم، فهز رأسه راضيا ولم يسأل المدير عن سبب الخصم. هنا جن جنون المدير وصاح به: زدتك لم تتكلم، أنقصتك لم تتكلم، ما سر حالة السلام هذا؟ فرد الرجل: غبت أول مرة عندما رزقني الله مولودا، وحين كافأتني بالزيادة قلت هذا رزق مولودي وقد جاء معه، ولما غبت للمرة الثانية توفى الله أمي، وحين أنقصت أجرتي قلت هذا رزقها وقد ذهب معها. سري أنني راض بما وهبني الله، وأترفع عن نسب ما يأتيني من زيادة أو نقصان لأي إنسان.